السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يلتقي رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية. وزارة السياحة تنظم سيمينارا لأصحاب المحلات التجارية في إقليم عنسبة. ندوة حول السلام الغذائي في مديرية هيكوتا. عشرات القتلى في محاولة هروب من سجن بالكونغو الديمقراطية. الرئيس الروسي يبحث مع نظيره المنغولي التعاون الاقتصادي والسياسي. كان في باسيفيك للطيران تلقي رحلات وسط مشكلة في المحرك. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي في الساعات الأولى من صبيحة اليوم 3 سبتمبر رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية لي تشينغ. وقال الرئيس إسياس في الاجتماع الذي أقيم في القصر الرئاسي بأن التقدم الشامل الذي حققته الصين بالنهج الذي اتبعته مثير للإعجاب، ومع إمكانياتها المتراكمة لديها القدرة على لعب دور قيادي في الوضع السياسي العالمي الحالي وفي العلاقات الثنائية، كما عرب عن ثقته في أنها ستلعب دورا بناء في المنطقة والقارة الإفريقية. وقال رئيس الوزراء لي تشينغ أن العلاقات الإريترية الصينية تطورت بسرعة في الماضي وسوف نعمل على زيادة تعزيزها. حضر اللقاء من الجانب الإريتري وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح والسفير الإريتري لدى الصين تسقاي تسباسين، فيما حضر من الجانب الصيني كبار المسؤولين بمن فيهم النائب التنفيذي لوزير الخارجية. نظم مكتب وزارة السياحة بإقليم عنسبة في 29 من أغسطس المنصرم سيمينارا لأصحاب المحال التجاري حول كيفية تقديم خدمات أفضل. وأشار مسؤول قسم الرخص التجارية السيد هبتغابر منغستو إلى العمل على تعزيز البيئة المناسبة لتقديم الخدمات المطلوبة وخاصة للمعاقين، بالإضافة إلى عرض صور ومحتويات دعائية تمثل الهوية والثقافة الإريترية. وأوضح السيد هبتغابر التفاصيل الإدارية بخصوص تجديد الرخص وتعديل لافتات المحال التجارية بالإضافة إلى تغيير النشاط التجاري، مناشدا الحضور محاربة ظاهرة إغلاق المحال أثناء الزيارات الرقابية وعدم المثول في حالة توجيه الدعوة والنشاط التجاري بغير إذن من الجهات المختصة. وأوصى مسؤول مراقبة الثروة السياحية بالمكتب السيد فساية بدوره أصحاب المحال التجارية باتباع الأساليب القانونية والتركيز على مراعاة الثقافات المحلية والقيم المجتمعية، خاصة خفض الأصوات للمحلات الترفيهية التي تتواجد بالقرب من المقابر والأحياء السكنية. وطلب المؤسسات المعنية بتطبيق التوصيات للاهتمام بالنظافة البيئية ومتابعة ظواهر غير اللائقة والتي تسبب الأحداث والخلافات. وناشد المشاركون بتنظيم لقاءات مماثلة في التشاور والمساعدة في رفع الوعي وتقديم الخدمات. وأوصى مدير مكتب السياحة في الإقليم السيد صالح علي سالم القائمين على الأعمال التجارية والخدمية الاجتهاد في تحسين الأداء والاستفادة من السيمينارات والأنشطة التنويرية التي تنظم لهم. وجه الجيش الشعبي دعوة لتضافر جميع قطاعات المجتمع لتحقيق النتائج المرجوة من أنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتشجير التي جرت من شهر مارس بمشاركة السكان وطلاب الجيش الشعبي في غردات. وحث عضو الجيش الشعبي تسفى اللمة على الاهتمام بالأشجار المزروعة وعلى الرعاة إبعاد مواشيهم وإطفاء الحرائق بشكل صحيح لإنجاح الجهود المبذولة. وقالت السيدة أمنة إسماعيل إن فصل الأمطار المبشر سيلعب دورا مهما في نمو الأشجار هذا العام. نظم فرع خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القاشبركة محاضرة حول سلامة الأغذية في مديرية هيكوتا من خلال برامجها لضمان سلامة المنتجات الزراعية للاستهلاك البشري والحيواني. وفي المحاضرة التي ألقاها الخبراء تم نصح منتجي ومستهلكي المنتجات الزراعية باتخاذ الاحتياطات الجادة، لأن الطرق غير الآمنة لاستخدام المبيدات والمواد الخام المستخدمة لمضاعفة الدخل لها عواقب سلبية على صحة الإنسان والحيوان وكذلك البيئة.
وقال أخصائي مراقبة الثروة الحيوانية الشاب مآزان غوسي وأخصائي مراقبة المحاصيل السيد تسفى برهان تسفازجي إن عواقب إنتاج وتخزين وتوزيع الأغذية من الحيوانات والزراعة تكون وخيمة إذا لم تكن هنالك رعاية وجدية مدعومة من قبل المختصين. حاسين المجتمع بشكل عام والمزارعين بشكل خاص على فهم أهمية المحاضرة واتباع النصائح التي يقدمها المهنيون الزراعيون. وذكر رئيس وحدة مراقبة الثروة الحيوانية الشاب سعر إبراهام أن تناول منتجات الألبان واللحوم غير الآمنة واستخدام المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الحشرية دون علم المهنيين الزراعيين هي أسباب الأمراض الخطيرة. وقال أنه ينبغي إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الغذاء. واختتم المدير التنفيذي لإدارة هيكوتا السيد سليمان محمود بتوضيح أهمية سلامة الغذاء، وذكر المشاركين بمواصلة المحاضرة لأنها مفيدة في الجهود المبذولة للتخفيف من المشاكل الصحية الناجمة عن المنتجات الزراعية والمنتجات الحيوانية غير الآمنة. خرج الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في 2 سبتمبر الجاري 38 عضوا 16 منهم شابات بعد الدورة التي نظمت حول المهارة الإدارية والقيادية من 28 وحتى 2 سبتمبر الجاري. شارك في الدورة ممثلو الاتحاد في المديريات وأعضاء مكاتب فروع الأقاليم، وشملت الدورة محاضرات في الإدارة والقيادة والإدارة المالية والممتلكات ومهارات التشاور. ونظمت الدورة على النمط التشاوري والعمل الجماعي. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلي إن الهدف مثل هذه الدورات هو تبادل الخبرات وممارسة المهارات القيادية برفع مستوى الكفاءة الإدارية والقيادية باستمرار. وقدمت في الختام الشهادات والجوائز للمتفوقين في الدورة. نظم مكتب الزراعة في مديرية أفعبد دورة تدريبية تطبيقية لمدة شهرين حول تصنيع واستخدام الأسمدة الطبيعية والمبيدات الحشرية ل200 مزارع من 8 إدارات ضواحي. وأوضح خبير تنمية النباتات الشاب عبد الرحمن يعقوب لوكالة الأنباء الإريترية رنا أن البرنامج جزء من الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة للعام 2024-2028 الغذاء المتكامل للجميع وفي كل مكان، موضحا أنه يهدف إلى تصنيع واستخدام المزارعين الأسمدة الطبيعية والمبيدات الحشرية. وقال أن التدريب يساعد في الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الشائعة في مناطقهم ورفع الإنتاج. من جانبهم أكد المتدربون أنهم سيضعون المعرفة المكتسبة موضع تطبيق جيدا ميدانيا، وحثوا على مواصلة التدريب بشكل منظم. شارك في التدريب مزارعون من مناطق قلامة وفلكة وإطحال وقبقب وقرب أفعبت وكوكوب ونار أنس وقادم حليب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قتل 129 شخصا على الأقل، بينهم 24 بإطلاق نار خلال محاولة للفرار من أكبر السجون بجمهورية الكونغو الديمقراطية في كنشاسا، حسب ما أعلن وزير الداخلية. وقال وزير الداخلية في رسالة بالفيديو إن الحصيلة البشرية الأولية هي 129 قتيلا، بينهم 24 قتيلا بإطلاق نار بعد تحذيرات، مضيفا أن 59 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في سجن ماكالا. ودوى إطلاق نار مستمر ساعات ودوى إطلاق نار استمر ساعات حسب ما قال شهود عيان يقيمون في محيط السجن. ولم ترد تفاصيل بشأن عدد السجناء الذين حاولوا الفرار ولا عن ملابسات الحادث، لكن المتحدث باسم الحكومة باتريك مويا أكد في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن الوضع تحت السيطرة، وغض البعض بسبب التدافق والاختناق حسب تقرير وزارة الداخلية. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المنغولي التعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي. وأكد الرئيس الروسي خلال المحادثات على أن العلاقات بين روسيا ومنغوليا تتطور في الاتجاهات كافة، لافتا إلى أن العمل جاري في المجال الإنساني. وقال بوتين أن العلاقات بين روسيا ومنغوليا تتطور في جميع الاتجاهات، إضافة إلى أننا نتعاون بشكل نشط للغاية في المجال الاقتصادي والسياسي، كما أن العمل الفاعل جاري في المجال الإنساني وخاصة في مجال التعليم. كما وجه الرئيس الروسي الدعوة
لرئيس منغوليا لحضور قمة بريكس المزمعة في هذا العام في مدينة غازان عاصمة جمهورية تراستان الروسية. من جانبه أكد رئيس منغوليا على أن بلاده تعمل في ظروف سياسية مستقرة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصل إلى العاصمة المنغولية في زيارة رسمية. قالت شركة كاسي باسيفيك للطيران أنها مضطرة لإلغاء بعض الرحلات بسبب إجراء فحص احترازي لكل أسطولها من طائرات إيرباص آي 350 بعد أن اكتشاف مشكلة في المحرك في طائرة الرحلات الطويلة. وقالت الشركة ومقرها هونغ كونغ، وهي من بين أكبر مشغلي الطائرات التي تنتجها شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، أنها اكتشفت عطلا في إحدى مكونات المحرك في طائرة من طراز آي 350 اضطرت إلى العودة من رحلتها إلى زيورخ. ولم تحدد الشركة المشكلة التي اكتشفتها في المحرك الذي تصنعه شركة رولز رويس، والتي قالت في بيان أنها ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع شركة الطيران وشركة تصنيع الطائرات والسلطات المعنية لدعم تحقيقها في الحادث. بينما أشارت شركة إيرباص إلى أنها شركة تصنيع المحركات وشركة الطيران للتعليق. عناوين الأخبار مرة أخرى. الرئيس سياس أفورقي يلتقي رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية. وزارة السياحة تنظم سيمينارا لأصحاب المحلات التجارية في إقليم حسبة. ندوة حول السلامة الغذائية في مديرية هايكوتا. عشرات القتلى في محاولة هروب من سجن بالكونغو الديمقراطية. الرئيس الروسي يبحث مع نظيره المنغولي التعاون الاقتصادي والسياسي. كاسي باسيفيك تلقي رحلات وسط مشكلة في المحرك. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.